اخواني الكرام فما كنتوا في هذا العالم، رجاء احنا المغاربه راه عندنا اعداء الوطن، عندنا الحرافيش اللي تنتظروا منا اي زله واي خطا نوقعوا فيه ويخرجوا يطبلوا به. اعداء الوطن اللي تيحاربوا المقدسات تيقول لك ها انتوما شوفوا المغربيات ديالكم. اذا علاش تكثروا في الفيديوهات منين يكون خوك المسلم والمغربي وقع في شي خطا كاع ما تخرج، لان دوك الخرجات تزيد وتكبروا في الموضوع. وما تبعوش لادسنس، لان لادسنس خرب بيوت والناس اللي تتدمر وتتحفر الحفره لاختها وسعيها لا تطيحي فيها انتيا. تنتق وتنحط ستورياتي وتنقول غير صحاباتي برومو ديالي ماشي مشكل، وتتنوض وحده فيكم تدير بحال هكا. دابا اشنو استفدتي؟ انا بغيت غير نفهم شنو ربحتي من غير جبتي لنا صداع نقدروا كاع نخرجوا من هاد الخدمه هادي كاع. انت شنو استفدتي؟ ما فهمت وحق قرب ما فهمت. فاش واصلك هادشي باش انك ديريه؟ فاش واصل؟ ورحمة الله تعالى وبركاته. كل حب وتقدير لجميع المتتبعين فما كانوا في هذا العالم، راكم عزاز وغاليين. جيت نقول لك انتي امولات الفعله، قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. الناس وصلت لواحد الحقد، واحد الغيره اللي ولات تتهدم البيوت وتتخرج على الناس في الوظيفه ديالهم. واكبر مثال سمعوا مزيان الكلمه اللي قالت هذه الدركيه، عيب وعار باش تاخذوا لا فيديو ديالها وتلصقوه في تيك توك على اساس انها هي دايره موقع. عيب وعار انك تخلي الام ديالها تبكي وتهلل الليل وما طال، والاب ديالها الا كانوا في قيد الحياه. ما عرفتيش كيفاش هي وصلات وتمر لي ضربات وكيفاش قراوها الاهل ديالها. انا تنطلق من الواقع المعاش اللي تنعيشوا فيه. الاغلبيه عندنا الوالدين تيضربوا تماره باش يشوفوا وليداتهم في داك المنصب اللي تترجاه وتتحلم به. الحلم اللي تحقق جيتي انتي وهدمتيه بين عشيه وضحاها. علاش حنا بعض المغاربه وماشي كل شيء ملي تيكتاح الجمل تيكتاروا الجناوه؟ ايوا فاش نلتمسوا العذر وندخلوا بخيط بيض ونقولوا عفا الله عما سلف ونوجهوا لها رساله ديال الحب ان ماشي لا يليق بك انتي كدركيه تتلبسي الزي الرسمي انك توقعي في هذه الاخطاء. ردي بالك مره اخرى، وماشي في هذا الوقت فاش يكون عصيب وملي تيكون الانسان تدمر ما خصكيش تخرجي بخرجات وما خصكمش تخرجوا بتعليقات اللي تزيد الطين بله. خصنا نكونوا القلب الكبير والمتسامح. الاصل ديال المغاربه هو التضامن في المحنه، ماشي اننا تنشجعوا على الشطح في تيك توك، حاشا معاذ الله. حنا اي وحده كيف ما كانت الصفه والرتبه ديالها، ميم انتي بما فيهم انتي ربة بيت، انتي اللي ما عندك ما يدار وتتقولي بلاتي نحصل على الفلوس، بلاتي نضرب حتى انا الصرف، ارا ندير واحد لوليان ديالي واحد الموقع ديالي وتانا نخوض فلوس. هذوك الفلوس كلهم راكي فاهمه اش غادي نقول لك، حتى حاجه ما غادي تسخر، لان الاصل ديال الشيء هو الحلال والاصل ديال الشيء هو يكون طيب عاد باش ربي سبحانه وتعالى يبارك لك. انا بقى فيا الحال ملي تلقى واحد الشابه في رعيان الشباب ديالها دارت خطا وعوض فاش نحتضنوها ونقولوا لها كلمه زوينه اللي تاثر فيها لقيت هجوم عليها في جميع المواقع. بغيتوا تديروا فيها المثاليه. صحيح ان احنا ضد اي حاجه سي سلوك خايب في هذا العالم الاحمر وهاد مواقع التواصل اللي خلاتنا تنحشموا وتنقولوا علاش وصلنا لهذا المواصل. واش الناس ما بقاتش عندها ضمير انك تخلي بنتك ولا ولدك يدير شي حاجه اللي ما تنقبلوهاش حنا كمغاربه، سلوكيات اللي حنا تنرفضوها مليون في الالف. الشابه راه ما جات وتخرجات، راه دازت مراحل، عاد لبست داك الزي الرسمي، ورا ليك من تدريب، ورا ليك من قرايه، ورا ليك من سهر الليالي، وتجيو نتوما وتضربوا لها كلشي في الزيرو لمجرد انها اخطات. كلنا معرضين للخطا بما فيهم انتي، ما يمكنش حتى واحد يضمن راسو ما الا بشر. الا كان الله سبحانه وتعالى تيغفر لنا الذنوب واخا تكون قد الجبل، بمجرد انك تستغفريه وبمجرد انك تتوبي الله توبه نصوحه الرب العظيم تيسمح لك تتولي الصفحه ديالك ما فيها حتى ذنب. فكيفاش واحد الشابه دارت خطا هو مرفوض وما مقبولش،
ولكن هذا لا يعني اننا نكون سببها في انها تخرج من الخدمه ديالها، من الوظيفه ديالها اللي هي تتحبها اكيد، لان ما يمكنش تديري شي حاجه وانت ما تتحبيها. اي مهنه تلقى شي شاب الا القليل ثم القليل اللي تيكون واحد الضغط من العائله وتيقول له دير هاد التوجيه. اما هي مادام فرحانه، نقدروا نمشيو نقلبوا في الارشيف ديالها اشنو دارت هذيك السيده، وتلقاها تقاتلات مع شي شفار، مع شي مجرم كان غادي يغتصب لك بنتك، ولا كان غادي يسرق لك الصاك ديال ميمتك، ولا تيتعدى عليك، وتا هي مسكينه مقاتله باش تحارب المجرمين في هذا المجتمع. ومنين هي دارت ستوري مع البنات صحابتها كاي وحده، الخطا الوحيد هي انها لابسه الزي، هذا فقط. هذا هو المشكل اللي تعرضت ليه هي دابا. الزي الرسمي على راسنا وعينينا في قلبنا، واي حاجه تتمثلنا حنا كمغربيات وكمغاربه حرار تنقدروها وتنقدسوها. ولكن احيانا الانسان ما كانش على باله، هي ما تصوراتش واش هادشي غادي يمشي بعيد، واش هاد المشكل غادي ياخذ هاد المجرى، وتلقاك نتيا خارجه بخرجات تتهاجميها وهي مرأة مغربية، اختك ولا بنتك. عيب وعار، عيب حشومة. نلتمسوا ليها العذر ونقولوا عفا الله عما سلف، ونلتمسوا من المسؤولين الكبار اللي غادي يتخذوا في حقها شي اجراء، انهم يعطوها انذار، وما راه عارفوا خدمتهم معاها. ماشي انا اللي غادي نقول لهم واش غادي ديروا ولا ما غادي ديروا، ولكن حنا باسمنا كأمهات عندنا بنياتنا ما نبغوهمش يتعرضوا لهذه المشاكل. تنترجاوكم انكم تخوضوا بعين الاعتبار انها شابه في مقتبل العمر. الا مشات حتى كان حقها شي اجراء صارم في المقابل، شنو غادي دير هاد الانسه وهاد الشابه؟ غيكون عندها الفراغ، والفراغ هو اللي تسبب لنا حنا مشاكل كنساء. الفراغ هو القاتل، هو اللي تيخلي البنات يفكروا على يديروا تيك توك ويديروا شحال من حاجه اللي ما تيمثلوش المراه المغربيه، اللي ما تيشرفوهاش بالمره، لان ما عندها ما يدار، قلت ما يدار وما كاين الصرف. تتقول حتى انا بلاتي نتلح على الدراهم، وهذا ماشي مبرر، هذا انا ما تنتفقش معاه. عمر الفقر ما تيقتل، عمر الوضعيه الاجتماعيه تخليك انك تفكري تحلي المشكل بمشكل افظع ومشكل اكبر. دائما الانسان يتحرى الحلال ويتحرى اشنو الخرجات ديالو، واش غادي يكونوا معه ولا غادي يكونوا عليه يوم القيامه. اخواني الكرام، فما كنتوا في هذا العالم، رجاء احنا المغاربه عندنا اعداء الوطن، عندنا الحرافيش اللي تنتظروا منا اي زله واي خطا نوقعوا فيه يخرجوا يطبلوا به ويقولوا لك هانتوما اعداء الوطن اللي تيحاربوا المقدسات. تيقول لك هانتوما شوفوا المغربيات ديالكم. اذا علاش تكثروا في الفيديوهات منين يكون خوك المسلم والمغربي واقع في شي خطا؟ دير بحال ما تتشوف، وجه ليه رساله غير بالفن وبالعقل، ولا كاع ما تخرج، لان دوك الخرجات تزيد وتكبروا في الموضوع. وما تبعوش لادسنس، لان لادسنس خرب بيوت والناس اللي تتدمر وتتحفر الحفره لاختها وسعيها لا تطيحي فيها انتيا. خوتي العزاز، ياما من وحده شطحات وياما وحده طبلات وتتكون مع البنات بيناتهم في الخدم، بيناتهم تيشطحوا بيناتهم، وتتلقي شي وحده اللي بغاتها فيها حسيفه وتدير رق وتلونسي داك لا فيديو. وشنو المصير ديال ديك السيده؟ الراجل المغربي الحر ما يرضاش بمرته تشطح، تيقولها الطلاق بالثلاث. والله العظيم الا تنعاود لكم هادشي واقع وشتناه بعينينا. حتى الطلاق الاول ما عطاها فرصه، طلاق بالثلاث. احنا ما ترضاوش، هادي معروفه على الرجال المغاربه، حتى فرصه وحده ما تعطيها ليها. ولكن شكون يدار الذنوب؟ انتي اللي خرجتي على ديك الاسره ودمرتيها، انتي اللي خرجتي دوك الدراري اليتامى خليتيهم يتامى في الحياه. اذا علاش هادشي كامل؟ علاش الحقد والحسد تيدمر وتيخرب البيوت